اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا مساء الورد، يا مساء الحب، يا مساء التفاؤل، يا مساء سنة جديدة عليكم وعلينا. يجعلها يا رب سنة حلوة علينا وعليكم، ويجعلها سنة تفاؤل وخير وحب وكل حاجة حلوة ليكم يا حبايبي يا متابعيني. يا رب ما تحرمش منكم ولا تتحرموا مني ولا أتحرم منكم. يا رب كل اللي محققش امنياته واحلامه في سنة 22 يحققها في سنة 23. مش لازم تحققي مال، لا، حققي اي حاجة حلوة انت كنت بتحبيها وبتحلمي بيها في سنة 23. ولازم تحمدي ربنا على اللي انت فيه، ولازم تشكريه على نعمه. مش لازم الحمد في الفلوس بس لا، احمديه في الصحة، احمديه في ولادك، احمديه في الستر ربنا عطوهولك. ربنا يا رب يديمه علينا دايما يا رب الستر والصحة والبركة في عيالنا والبركة في جوازاتنا والبركة في كل يا رب اللي احنا بنحبوهم. امين يا رب العالمين. دايما بتقول تفاءلوا بالخير تجدوه. دايما تفائلي بالخير وادعي ربنا واحمدي ربنا على اللي انت فيه. وشوف احنا هنعمله النهارده، وفيديو لذيذ وحلو كده، ونقول لكم احنا هنعمله غدانا النهارده. بصوا بقى حبايبي، انا من فتره كده عيالي وجوزي بيتهموني اللي انا مقصره معاهم، واللي انا هملاهم، واللي انا ناسيهم في الاكل والشرب، واللي انا طبعا ده غصب عني، علشان طبعا انتوا عارفين دخول الامتحانات على الابواب. النهارده جمعه مباركه عليكم يا رب. قلت لهم انا هدلعكم بقى احلى دلع، وهعمل لكم اكله انتوا دايما بتحبوها. ايه هي الاكله؟ اللي هي البيتزا. طبعا انا كنت عاملاها معاكم قبل كده بس تلاقيكم نسيتوها. هكررها لكم تاني. معانا بقى هنا ده كيلو ونص من الدقيق. كيلو ونص من الدقيق. عايزه تعملي بكيلو اعملي، بس انا بحب ازود الكميه، بحس لو حد جه من عيال اخواتي، لو حد زارني كده يعني، عشان مفيش حد ما بيحبش حاجه اسمها بيتزا. حطيتي الكيلو ونص من الدقيق اهو، هتاخدي عليهم ذره من الملح، حبه ملح كده حلوين. كانت دايما حماتي الله يرحمها ويسامحها تقولي حطي دايما حبه ملح على الدقيق بيبقوا بركه. هتحط عليه تاني احط عليه كيس من اللبن النيدو. ليه اللبن النيدو؟ بيخليها هشه كده وجميله، بيخليها طريه مش ناشفه، بيخليها طريه مش ناشفه. حطينا كيس اللبن النيدو، احط عليه معلقه صغيره من بتاعه الشاي من البيكنج باودر. ليه البيكنج باودر؟ هقول لكم ليه. طبعا احنا في شتاء والعجين ما بيتخمرش بسرعة، ده بيساعدني على التخمير مع الخميرة اللي العجينة تتخمر معايا بسرعة. وهحط كيس خميرة فورية اهو زي ما انتوا شايفين، عليه حبة سكر. هاتي السكر يوسف. عليه حبة سكر صغير اهو. اهم حاجه يا ماما البيتزا تكون ايطالي. حاضر حبيبي، رفيعه كده بروح ايطاليا بعد كده. بصوا بقى حبايبي، حطينا كل المكونات اللي انتوا شفتوها معانا دي. يا اما تحط لها كوبايه من الزبادي اللي هي الصغيره البلدي بتاعتنا، يا اما تحط لها نص كوبايه من اللبن اللي عندك، سواء بقري سواء جاموسي اي حاجه عندك. انا النهارده عجنتها بلبن. قبل كده كنت عجنها معاكم بكوبايه زبادي، واحط عليها شويه ميه صغيره ما تكتريش، وهعجن بقى العجينه بتاعتنا. صلوا بينا على النبي كده وما تقعديش ساكته، ودايما تحمدي ربنا وتشكري فضله واشكاره عليكي ونعمه عليكي، وما تقعديش ساكته. صلوا بينا على النبي. وانا بعجن كده بقى يا حبايبي احط احط ربع كوبايه من الزيت، ربع كوبايه بس من الزيت، وحبه من الزعتر اللي انتي هتحطيه في في الصلصه. يبقى حطينا ربع كوبايه زيت واحنا بنعجنها، وحبه من الزعتر اللي هو الجاف. لو عندك زعتر فريش بيكون حلو برضه.
وبرده ايه ترجعي تاني تعجني زي ما انتوا شايفين كده. وصلوا بينا على النبي برده، ما تقعديش ساكته ايه انت وهي كده يا حبايبي. خلصنا بقى العجينه زي ما انتوا شايفين اهي. بصوا الطريان بتاعها، عجينه طريه وملمسها جميل جدا اهي. هغطيها بقى لمده ساعه علشان تخمر معانا. طبعا انا حاطه معلقه من البيكنج باودر وكيس الخميره، دول هيساعدونا ايه على التخمير بسرعه. وتعالوا بقى يا حبايبي نعملوا ايه الصلصه الحلوه بتاعت البيتزا. تعالوا بقى يا حبايبي نعملوا الصلصه بتاعتنا بتاعت البيتزا زي المحلات بالظبط. صلوا لنا بينا كده على النبي. هنحطوا ايه، هنحطوا معلقه سمنه اهي، ونسيبوها ايه، نسيبوها تسيح. عايزه تحطي بدل السمنه زيت انت وراحتك، يعني يا معلقه سمنه يا معلقه زيت. خلاص كده، خلاص كده. هتحطي على معلقه السمنه ايه، معلقه وسط كده حلوه من ايه، من الثوم. الصلصه بتاعت البيتزا يا جماعه حبيبه الثوم. هتشوحيها كده لحد ما تاخد اللون الذهبي معاكي، وبعد كده هننزلوا بيها ايه، هننزلوا عليها بالطماطم بتاعتنا. التومه بتاعتنا احمرت كده اهي، بصوا اهي شايفين اهي احمرت معانا اهي. هننزلوا عليها بالطماطم اللي احنا عصرينها في الخلاط. انا ضربه كام طماطمايه كده، يمكن حوالي 4-5 طماطمات اهي زي ما انتوا شايفين كده. هحط عليها ايه، هحط عليها نص معلقه من الزعتر الخام، او معلقه كبيره، معلقه كبيره من الزعتر الخام. واحط عليها نص معلقه من الفلفل الاسمر اهي. واحط عليها ربع معلقه من الملح. يبقى حطينا نص معلقه كبيره من الزعتر ونص معلقه فلفل وربع معلقه ايه ملح. انا مش عايزاها حادقه، انا عايزاها حلوه. هسيبها بقى لما تتسبك عمال ما احضر حاجه البيتزا اللي هي الطماطم. تعالوا بقى يا حبايبي نشوفوا مكونات البيتزا ايه. هنا عندنا اهو فلفل الوان، بس ما لقيتش احمر، ماشي مفيش اي مشكله باللي موجود عندك في البيت. بواقي التلاجة كلها طلعي. عندي هنا زيتون اخضر اهو، عايزاه اسمر ماشي. ودي الصلصه بتاعتنا، ودي الطماطم اللي انا قطعتها مكعبات وطلعت منها القلب وقطعتها مكعبات زي ما انتوا شايفين كده، بس لازم تكون ناشفه. ولما تيجي تقطعيها مكعبات صغيره وتطلعي منها القلب، عشان القلب بيعمل صوص كده ويخلي العجينه طريه في قلب البيتزا. عشان ما حدش يقول لي البيتزا طلعت مننا معجنه، البيتزا بناكلوها طريه علشان القلب بتاع الايه بتاع الطماطم. تعالوا بقى نشوفوا العجين. اللهم صل على النبي. شوفوا منظر العجين يا ولاد، شوفوا منظر العجين عامل ازاي، شوفوا بسم الله ما شاء الله. هناخد واحده كده بقى، بس صلي على النبي الاول كده. نرش حبه دقيق كده في الارض كده، تفرديها زي ما انتوا شايفين كده. تكبر معاكي شويه، بعد كده تحطيها في ايه، في قلب الصينيه زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. صلي بينا على النبي، ما تقعديش ايه، ما تقعديش سكت. بعد ما فردتيها كده يا حبايبي، هتجيبي صينيه معموله بالزيت اهي، مدهونه بالزيت. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونحط العجينه فيها وافردي بقى ايه في بقيه الصينيه، عشان الصينيه كلها ايه تاخد من ايه، من العجينه بتاعتك الحلو. طول ما العجينه مستريحه معاكي طول ما بيسهل عليكي ايه عمليه الفرد. خلاص عملنا كده اول صينيه.
هتحط عليها ايه الاول؟ هتحط عليها الصلصه الحلوه اللي انت عاملاها اهي اهي. صلوا بينا على النبي كده وما تقعديش سكت، وما تنسونيش بقى في اللايكات والاشتراكات وانضمامكم ليا القناه، عشان القناه تكبر بيكم وتتفعل بيكم وتكون سنه حلوه ايه عليكم زي ما انتوا شايفين كده. يا اغلى ايه يا اغلى متابعين، ينفع تعمل لنا يا ماما حشو اطراف المره الجايه ان شاء الله. حط عليها ايه تاني؟ حط عليها بقى الفلفل اللي عندك او الحشو اللي عندك بقى. لحمه مفرومه بقى عايزه تحطيه، عايزه تحطي صدق حطي، عايزه تحطي بواقي فراخ موجوده عندك في التلاجة حطي، عايزه تحطي بتاع ده سلمون او تونه حطي، اللي انت عايزه تحطيه في البيتزا حطي، بس ما تكلفيش نفسك، الموجود عندك في قلب التلاجة بواقي التلاجة حطيها زي ما بيقولوا يعني. حطينا كده الفلفل، هنحط الطماطم اهي، والنبي روحه فنيه اكنك بترسمي روحه فنيه بالظبط. طماطم اهي، ده ميكس من الجبن، جبنه شيدر على جبنه رومي. ده كنت جايباه يا جماعه من جروب اسمه جبنات الريفي، من جروب اسمه جبنات الريفي. بجد طعمها انا دقتها، طعمها حلو جدا، بس اول مره اشتغل بيها وهشوف النتيجه في البيتزا. وبجد بيعملوا عروضات جميله جدا جدا جدا، بينزلوها على الفيس بوك. ودي الجبنه الموتزاريلا بتاعتهم اهي، حطها برضو كده على الوش. انا حبيت اعمل معاكم اول صينيه عشان الكيلو ونص دقيق اعمل معايا 6 بيتزات. بعد كده هدخلها الفرن على فرن عالي ولا واطي. الفرن يكون عالي من تحت ووسط من فوق عشان ما يحرقش الجبنه بتاعتي. خلاص كده حبايبي، هكمل بقى انا بقيه الصواني وارجع لكم تاني. تعالوا بقى يا حبايبي شوفوا جمال البيتزا وهي لسه طالعه من الفرن. شفتوا جمال؟ شفتوا جمال اكتر من كده؟ شفتوا الحلاوه؟ تعالوا بقى نقطعها مع بعض ونطلعوها من الصينيه وصلي كده على النبي. دي سكتة انت وهي. بسم الله الرحمن الرحيم. نعمله كده زي ايه محلات كده يا جماعه. يا عيني يا عيني يا عيني. شفتوا جمال اكتر من كده؟ شفتوا حلاوه اكتر من كده يا ولاد؟ بصوا اللقمه طريه معاكم ازاي، لقمه طريه معاكم ومش ناشفه. بصوا اكنها سندوتش، بصوا اكنها سندوتش. الجبنه طبعا اهي زي ما انتوا شايفين فوق اهي، وبصوا مخبوزه كويس طبعا واكنها اسفنج معاكم. ادي البيتزا اللي احنا بنشتريها من محلات باعلى الاسعار، والنبي البيتزا دي لو اشتريتها من بره هتكلفك 120 ولا 100 جنيه اقل حاجه. بقطع الطعم جميل جدا 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 والله، مش عشان يعني بشكر في نفسي، لا والله طعمها جميل جدا. يلا بقى يا حبايبي قوموا ما تنسونوش في اللايكات والاشتراكات.